السلام عليكم. في بعض المصطلحات المهمة كده اللي لازم أي حد مهتم بالتسويق يكون فاهمها كويس. زي مثلا لما نقول منتج أو برودكت، أكيد إحنا مش بنتكلم بس عن منتجات ملموسة، إحنا بنتكلم عن أي حاجة بيدفع فيها فلوس، قد تكون مثلا درس خصوصي أو استشارة طبية. حاجات مش ملموسة ولكن إحنا بنعتبرها في علم التسويق منتجات طالما بيدفع فيها فلوس. كلمة براند، الحاجة المشهورة اللي كلمة كل الناس بتستخدمها، معناها عندنا انك تكون علامة مميزة، انك تكون فارق عن المنافسين بتوعك. كلمة سيجمنتيشن او تقسيم السوق، دي معناها ان الراجل بتاع التسويق مش بيتعامل مع السوق كله على انه وحدة واحدة، ولكن بالعكس هو بيشوف في السوق ده مين رجالة ومين ستات، مثلا مين شباب ومين اطفال ومين كبار، مين معاه مؤهل فني ومين معاه مؤهل جامعي ومين معاه دراسات عليا ماجستير او دكتوراه، مين اللي ساكن في مدينة ومين اللي ساكن في قرية، مين اللي هو متوسط الدخل ومين اللي دخله قليل ومين عالي الدخل. كل دي اقسام بتهم رجل التسويق عشان يعرف يوصل رسالته لمين بالظبط عشان يبيع المنتج بتاعه. تارجتنج هو بقى الاستهداف اللي بيقول له القسم ده من الناس هو المهم، هو المهتم، هو اللي انت هتخاطبه. كلمة كونفيرجن يعني تحويل، ازاي تحول الشخص من شخص مهتم بالمنتج بتاعك لشخص عميلك بالفعل وبالفعل اشترى المنتج بتاعك. كلمة فايرال ماركتنج، التسويق الفيروسي، بنشبهه بالفيروس لان احنا بنعمل فيه حاجات معينة تخلي رسالتنا توصل بسرعة وتنتشر بسرعة زيها زي الفيروسات. الفانل، فانل يعني قمع. يعني ايه قمع؟ بنحط الناس في قماع يعني؟ لا، القمع ده اللي هو انك انت بتبدأ بشريحة كبيرة جدا من الناس اللي هم عارفين المنتج بتاعك، وبعد كده بتنزل شوية مين فيهم اللي مهتم بالمنتج بتاعك، وبعد كده مين فيهم اللي عنده رغبة بالفعل في ان هو يشتري المنتج، وبعد كده في الاخر مين اللي اشترى المنتج بالفعل. العملية دي اسمها فانل. دي بعض المصطلحات في التسويق، وتابعونا عشان ان شاء الله الفترة الجاية هيكون في مصطلحات اكتر. سلام عليكم.